اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جدير سبورتس في كل مكان، ومتابعين اكونت جدير 99 على الانستجرام وعلى التيك توك. طبعا حضراتكم احنا يعني الفتره اللي فاتت ما ظهرناش اول باول متابعه المباريات اذا كان نادي الزمالك والترجي والنادي الاهلي والمقاولون، وطبعا المباراه كانت المرتقبه واللي عملت مفاجاه كبيره جدا بين الليفر واليونايتد. فاحنا حبينا نتكلم مع حضراتكم عن كل احداث الاسبوع بشكل كامل في حلقه واحده مجمعه، زي ما عودنا حضراتكم الفتره الاخيره ان احنا بنجمع لحضراتكم كل الاحداث في حلقه مجمعه بحيث نتكلم عنها بشكل مفصل. حضرتك تخش الحلقه عارف انت الدنيا كلها تبقى متجمعه معاك بشكل كامل. ولكن طبعا قبل اي حاجه زي ما حضراتكم عارفين ما تنساش تدعمونا باللايك الجميل على القناه، ودعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم القناه، وده ميعادنا بلايك المتين للفيديو واشترك في القناه قبل اي حاجه. وطبعا ما تنساش صلوا وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. فيلا بينا نبدا الحلقه مع حضراتكم، يلا بينا. بدايه كده حضراتكم لا يعلى صوته فوق صوته طبعا نادي الزمالك والترجي التونسي، وفوز نادي الزمالك بثلاث اهداف مقابل هدف واحد، ومباراه للزمالك الى حد ما بيحيي الامل ليه بعد سلسله من الكبوات في دوري ابطال افريقيا، الهزيمه من شباب بلوزداد ثم التعادل مع المريخ ثم الهزيمه من الترجي هناك. ف 4 مباريات خد منهم 4 نقاط الى حد ما. طبعا الموضوع لسه مش سهل، الترجي 9 بلوزداد 9، فالموضوع صعب جدا جدا. الزمالك عشان يتاهل يا جماعه، عشان الناس كل تبقى الزمالكاويه اللي بيتفرجوا علينا ويشوفونا، عشان الزمالك امل وحش عشان يتاهل لازم يكسب كل المباريات الباقيه، واللي يكسب الترجي يكسب بلوزداد هناك، ويكسب الترجي بلوزداد هناك، ويكسب المريخ طبعا هنا. فلازم بشكل كامل ان هو يكسب الماتشين الجايين لا محاله، يكسبهم بقى وتعمل اللي هيسيب بقى على ربنا. فهنشوف ايه اللي هيحصل. ولكن انا عندي طبعا موعدكم حضراتكم لازم اتكلم عن المباراه بشكل فنان كده سريع، واخد عنها لمحه بسيطه كده فنيه سريعه، وازاي الطريقه اللي لعب بيها فريرا وحسن من طريقته قدام الترجي، وازاي لعب تكتيكه بشكل سريع كده في المباراه. بدايه كده عشان حضراتكم تبقوا عارفين، فريرا كالعاده بيلعب بالتكتيك بتاعه اللي هو 4-3-3. فعشان تبقوا حضراتكم عارفين ادي الاربعه هم اللي ورا، وادي الثلاثه اللي هو بيلعب واحد على الدايره واثنين على الاطراف، وطبعا الجناحين وطبعا بيكون قدام الجزيره. فلعب طبعا بعبد الغني، ولعب بعبد المجيد، لعب بيمين مسلوسي، شمال فتوح، لعب ديفندرات طبعا برؤى، ولعب هنا بدونجا طبعا ورؤى وسيف فاروق جعفر، ولعب بالشمال طبعا كان مصطفى شلبي، واليمين زيزو، قدام كان الجزيره. التكتيك اللي لعب بيه ايه؟ انه اللعب بيه ازاي فيرا بشكل واضح ان هو خلى الجزيري يمين ناحيه اليمين كمهاجم، وكان بيضم معاه زيزو كمهاجم تاني يعمل كنوع من انواع الضغط بالمهاجم اي يلعب كمهاجم تاني، وكان مصطفى شلبي بيضم تحتهم كده في بعض الفترات، ويخلي روح يفتح الملعب، ويخلي سيف فاروق جعفر يفتح الملعب يلعبوا كاجنحه. وبالتالي ده كان الاسلوب اللي نادي الزمالك كان بيلعب بيه في بعض الفترات في المباراه. ولكن البعض والاغلب ان كان بيخلي زيزو يلعب بمكانه عادي في شكل كامل ويديله حريه مطلقه، وكان بيخلي مصطفى شلبي يلعب كجناح بشكل عادي، وكان بيخلي الجزيري جوه يضم، ولكن برضه كان بيلعب على بشكل كامل قوي فيريرا ان هو كان بيخلي سيف فاروق جعفر يزيد كمهاجم تاني في بعض الحالات الاخرى، وكان بيخلي الديفندرات تضم ك4-4-2. فبالتالي كده انت تستشف من هذا الرسم التكتيكي ان فيرا كان بيلعب باكتر من اسلوب في المباراه، وده اللي حير الترجي تكتيكيا وفنيا ان هو ازاي ما كانش عارف يلعب الزمالك. ان هو كان في المباراه اللي هناك كان فيرا بيلعب باسلوب 1-4-4-2 بشكل روتيني عادي، وبالتالي كان بيلعب دفاع متقدم وترتب عليه وجود مساحات خلف الدفاع، ووجود مساحات بين وسط الملعب، وعدم وجود تنوع في اللعب، واللي خلى الترجي يستحوذ على المباراه. ولكن فيرا زي ما وعدتكم حاطه بكل هدوء وبساطه لعب بيه اكتر من تكتيك وسيناريو، فكان المعظم برضه في بعض الحالات اللي كانت غالبه على المباراه اللي كان بيلعب بيه الثلاثه بشكل عادي تقليدي جدا على الدايره، وكان بيخلي الجزيري يزيد، وزيزو كان يضم لجوه، وشلبي يضم لجوه، بيعمل عمق هجومي ويفتح وسط الملعب بشكل كبير. ده بشكل لعب فيرا في بعض المباراه، وكان طبعا مدي الحريه كبيره جدا. ولا ننسى ونغفل الدور الكبير المسلوسي اللي هو كان بيعمل عدد من الهجمات المرتده، وعدد من التغطيه الرائعه والممتازه اللي كانت اهم من الدور الهجومي ليه. كان بيخلي فتوح يزيد من ناحيه، والمسلوسي يرجع ورا كثالث، ويعمل 3 ثنائي تامين الدفاع. فكان فيرا مدي حريه ليه باك، ومدي التمركز لمسلوسي من الباك الثاني. وبالتالي بشكل عام الزمالك لعب باكتر من سيناريو ونجح الحمد لله وهو التخطي من الترجي التونسي، ويعني قدر ان هو الحمد لله يختص او يعبر هذا المأزق الكبير. وبالتالي موقف نادي الزمالك الى حد ما هو مش سهل او مش كويس او افضل حاجه، ولكن افضل بكثير لو كان الزمالك اتعادل او خسر. نامل ان شاء الله في ان نادي الزمالك باذن الله الفتره الجايه يعدي الكبوه دي ويفوق بقى، ويكون بدايه الاستفاقه لنادي الزمالك، ونشوف ان شاء الله الفتره الجايه في افضل وافضل. نخش بقى على اللي بعده، يلا بينا.
طبعا عندنا اخبار كده على السريع قبل ما نتكلم عن محمد صلاح ومباراه الليفر واليونايتد. احنا مع حضراتكم انا بتكلم معاكم عادي، مش بحضر سكريبت قوي يعني، ولكن انا بحب اتكلم مع حضراتكم بشكل عادي جدا بحيث يبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طبعا زي ما حضراتكم عرفتوا ان البطوله العربيه نادي الاهلي اعتذر عن المشاركه فيها، ويتبقى نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش في مشاركه ليها. فنادي الزمالك القرعه بتاعته وقعته مع النصر السعودي، والزمالك بالتالي هيلاعب كريستيانو رونالدو وهيواجه النصر. هتكون مباراه مترقبه جدا جدا. وطبعا المباراه بعد ما القرعه ظهرت على طول كان في بعض الكوميكس من ناس كتير جدا الزمالك الكبيرين شيكابالا ورونالدو هيقابلوا بعض وقمه الكبار وما شابه ذلك من الكوميكس. ولكن اللي يهمني بالجزئيه دي الزمالك لو قدر فعلا يتخطى الاحتكاك بالنصر في ظل وجود رونالدو وهذه المجموعه من النجوم وعمل نتيجه ايجابيه جدا، فانا اشوف الزمالك هيعبر بقى. هنا هتكون بدايه الاستفاقه ليه. فاتمنى الزمالك يعمل دور كويس في بطوله عربيه في ظل موقفه الضعيف في الدوري وموقفه الضعيف الاضعف في افريقيا. فلو الزمالك قدر ياخد بطوله عربيه هتكون بصراحه استفاقه كبيره جدا جدا جدا، وهتبقى بشكل كبير ليه يعني دور مهم جدا الفتره الجايه، وهتنقله بقى هتخلي لعيبه فوق التيم فوق مره ثانيه. برضو عندنا خبر تاني، النادي الزمالك مباراه الشباب والوزاد اللي هتلعب هناك، الماتش اتنقل من ملعب 59 مايو 1959 لملعب انسون مانديلا في العاصمه الجزائريه. طبعا ده نتيجه وجود مشاكل فنيه في الاستاد، ويعني تقرر نادي الشباب والوزاد الاعلان على بشكل رسمي على الصفحه الرسميه للنادي يوم نقل المباراه. ده بالنسبه لاخبارنا مع نادي الزمالك. يعني لما كان حضرتك وانا محضرها يعني ما فيش حاجه ثانيه عن نادي الزمالك، وده كده بنتكلم عنه فنيا وتكتيكيا في افريقيا وبشكل عام اخبار الاخير الزمالك. ننتقل بقى على النادي الاهلي، وطبعا هو تعادل كسب المقاولين بشق الانفس في الدوري، ويعني نقدر نقول تذبذب في المستوى النادي الاهلي بعد الاخفاق الكبير في الفتره اللي فاتت وانتزاعه 4 نقاط فقط حتى الان في افريقيا من اصل 3 مباريات. وموقفه بتصعب اكتر واكتر بعد فوز القطن الهلال على القطن بقى مركز الاول 9 نقاط، وصن داونز الثاني ب7 نقاط، والاهلي الثالث ب4 نقاط. طبعا القطن زي ما حضراتكم عارفين حصلت المجموعه بنقطه او لا يوجد نقطه ليه. فبالتالي الموضوع بقى صعب جدا النادي الاهلي. يوم السبت ان شاء الله برضه هنتكلم عن الجزئيه دي. النادي الاهلي هيلاعب صن داونز، وان صن داونز طبعا عامل حفله غنائيه وعامل يعني نقدر نقول استعراض قبل المباراه بشكل كبير، ولكن مش اللي يهمنا قوي. احنا اللي يهمنا النادي الاهلي الماتش ده يكون عنق زجاج. لو الاهلي كسب المباراه دي هيخش منافسه والموضوع هيتغير تماما في شكل المجموعه. لو تعادل برضه يبقى الامل مش قوي قوي، اما لو خسر فالنادي الاهلي وجهه نظري يكون رسميا خرج من البطوله. فهنشوف ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي هيقدر يهيئ نفسه بدنيا وفنيا بشكل كبير في ظل هبوط المستوى الفتره الاخيره النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم انا بتكلم بفني مع قدر، وقلت انا في بعض الاحيان كتير جدا كنت متفق مع الراجل ده، ولكن الفتره الاخيره في تذبذب شويه. لازم تظبط شويه مع الكولر ان الموضوع على المحك. يعني حضراتكم عارفين ماتش صن داونز زي حد مصيرك اذا كانت هتكمل بطوله ولا انت اوت اصلا. ولكن يعني يظل كولر موقفه احسن من فعلا ان هو عنده الدوري، يقدر حد ما يقدرش حسمه بشكل كبير جدا. نعم المقارنه ما فيهاش كبير، ولكن هو حسمه بشكل كبير. فاتمنى النادي الاهلي يعمل اعداد جيد للمباراه، يركز قوي قوي على المكسب، ما يركزش اي حاجه ثانيه، ما يركزش في توقيت المباراه اللي بتلاقي الساعه 3 العصر وما شابه الى ذلك. فاتمنى الاهلي يركز بشكل كبير احنا رايحين نكسب المباراه. ده كده بالنسبه يعني للنادي الاهلي، ويعني كلامنا عنه بسريع. نتكلم بقى عن المباراه الكبيره جدا اللي شغلت الراي العام وعملت كانت مفاجاه كبيره جدا لجميع الناس، وهو فوز ليفربول ب7 اهداف مقابل لشيء على اليونايتد في الدوري الانجليزي. قمه قناريه جدا على الانفيلد، وطبعا من خلالها صراحه ارقام القياسيه كبيره جدا بهداف الدوري الانجليزي 729 هدف، هداف التاريخي ليفربول. نقدر نقول برضو ان هو عمل 3 اسيستات في المباراه، اسيستين وجون. فصلاح بسم الله ما شاء الله اكبر عليه، تتفق او تختلف مع شخصيته او ما الى شابه ذلك، ولكن هو فنيا كويس جدا جدا، لعيب مهاري، مش مهاري، لعيب فينش عنده قوي 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 قوي. يعني احنا عندنا كتير جدا من صلاح في الدوري المصري، ولكن نفرق بين صلاح وبين اللي هنا ان صلاح عنده ما شاء الله الفينش قوي. ولعيب كره القدم يا جماعه هو ارقام واحصائيات. فانت لو لعيب مش مهاري جدا زي صلاح، مش زي شيكابالا مثلا في المهاره الفنيه، او مثلا حفني او مثلا بوتريكا، الناس اللي هي الحريفه قوي قوي دي، او حازم امام في عزه، لا ممكن فعلا مش عندكش المهاره الكافيه، لا ممكن تكون عندك بعض اللي نقدر نقول ايه
المقومات اللي تديك النجاح بقى ايه، نظام الفينش القوي، تركز على الفينش وتركز على الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا والسرعه. فصلاح بيرسم لك نموذج هايل جدا للنجاح والمكافحه العمليه في الحياه والاجتهاد والصبر والمثابره. فاتمنى ان صلاح ان شاء الله الفتره الجايه يحقق مزيد من الارقام القياسيه ويرفع رايه مصر في اوروبا. ولكن انا عايز اتكلم عنه ان كانت المباراه كبيره جدا من ناحيه الليفر. عجبني جدا الليفر ان هو داس بشكل كبير جدا على اليونايتد. ما هموش انها تعتبر قمه في الدوري الانجليزي بغض النظر عن انها مباراه عاديه. فممكن تكون نقطه تحول كبيره جدا للليفر من نقطه المركز السادس او الاداء السلبي في هذا الموسم للصفاقه لدوري ابطال اوروبا مع مواجهه الريال مدريد، ويقدر يرجع للدوري بشكل ثاني مع الارسنال والسيتي. ورغم الموضوع صعب، ولكن هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل. ننتقل بقى عن جزئيه ثانيه وهي النادي النصر السعودي بقى، وفي اخبار عندنا عنه، فيلا بينا ننتقل عليه. نادي النصر السعودي زي ما حضراتكم عارفين بيفوض فيرمينيو. في كلام كبير جدا دخول بعض المفاوضات بين فيرمينيو والنصر السعودي في مفاوضات جده، وان نادي فيرمينيو حضراتكم عارفين عقده ينتهي مع الليفر وهو مش هيكمل مع الليفر، وبشكل صريح الراجل قال انا مش هكمل. فنادي النصر دخل بعرض قوي جدا ومغري لفيرمينيو، حتى الان مش عارفين قيمته، ولكن كلام كتير قوي قوي النصر احتمال كبير جدا يخلص فيرمينيو بعد قدوم رونالدو. هنلاحظ الفتره الجايه وجود العديد من النجوم في النصر السعودي. ده بالنسبه ل فيرمينيو والزمالك والنصر. عندنا بقى برضو خبر اخير، ان اخر خبر يعني ان مستر مرتضى منصور حضراتكم عارفين هو يعني في السجن حاليا، امر بصرف مكافآت لاعبين الزمالك فور الفوز على الترجي التونسي، ويعني نوع من انواع التحفيز ليه. واتمنى ان شاء الله موضوع الزمالك ده بشكل اداري يتحل من قبل وزاره الشباب والرياضه انها تحله لنا وتقول المفيد فيه ايه بشكل نهائي عشان جماهير الزمالك تعرف راسها من رجليها. واخيرا معانا طبعا خبر اخير، وهو نادي بيراميدز فاز على نادي كارا باربع اهداف مقابل هدف واحد في قمه او في الكونفدراليه، وعلى تربع بيراميدز على قمه المجموعه بثمان نقاط. ان شاء الله توفيق لبيراميدز وجميع الانديه المصريه في افريقيا، ومحمد صلاح في اوروبا، والاهلي والزمالك في افريقيا والدوري، وجميع الانديه المصريه. احنا كده نكون وصلنا لمحطه الحلقه، ولكن عايز اقول لك احنا كده لمينا لك احداث الاسبوع بشكل كامل وبشكل كبير جدا، وكل ما يتعلق باخر الاخبار على الساحه الرياضيه بشكل كبير. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تضغط اللايك وسبسكرايب الجميل للقناه، وتفعل زر الجرس زي ما تفعله عشان يوصلك كل جديد. وتابع صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم الجدير سبورتس ومحمد جدال على اكونت شخصي، واكونت جديد 99 على التيك توك والانستجرام. كان معكم يا محمد جدال الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.